ازاي طلع بيضحك علينا وبيضحك عليكم كمان من بتوع الزبدة، وكمان شوية ناس بيعملوا اعلانات وما بيرعوش ربنا في الكلمة اللي بيقولوها، وفي الاخر احنا وانتوا بس اللي بنتضر. تعالوا نقول لكم بقى على الحكاية. الحكاية بدأت تقريبا من حوالي 3 أسابيع. جالنا جيف عبارة عن زبدة. كان في حد عاوز يعمل لنا، عايزين نعمل له، عايزنا نعمل له. هو اللي انتوا عايزينه دلوقتي دكتور تخاطب. يستاهل. كان في حد من 3 أسابيع عاوز يعمل له، عاوز مننا نعمل له اعلان. كان في حد ادي البيضة دي اللي سلقها. خلاص همسك لساني. كان في حد من 3 أسابيع عاوزنا نعمل له اعلان لزبدة. الحمد لله مؤمن قالها صح. فعلا هو بعت الجيفت، وهو جيفت مغري جدا ما شاء الله، كمية حلوة، على اساس ان احنا نقول رأينا فيها. وطبعا كعادتنا الحمد لله بيضحك علينا في الزبدة. اتفقنا معاه قبل اي حاجة ان الزبدة لازم تبقى طبيعية 100%، وان احنا هنقول رأينا بكل صراحة، سواء عجبه او لا. رأينا وحش هنقول وحشة، حلو هنقول حلوة، تحفة هنقول تحفة. وانا كاتبها له في الشات كده بالظبط. وهو الراجل طبعا قال لنا قولوا رأيكم بكل أريحية، مفيش مشكلة، ولازم تقولوا رأيكم بمصداقية كاملة، وإن الزبدة أكد لنا إن هي مش مغشوشة، وإن هي طبيعية 100%. وهو الراجل واثق جدا من زبدته ثقة عمياء. المهم جه الجيف، ابتدينا نشوف الاختبارات العادية الطبيعية بقى اللي قبل ما نسيح. يعني أول حاجة دقناها وهي كده، وطلع أيوة. طعمها جميل جدا بصراحة. قلنا إن بداية مبشرة، يعني إن هي جميلة، بس حسينا إن الريحة برضو مش طبيعية 100%. لا يعني فيها. رحنا دخلنا على اختبار التاني واختبار البيتادين. قبل ما نعمل اختبار البيتادين كلمته وبعت له، قلت له انت متاكد ان الزبده دي طبيعيه 100%؟ علشان انا دقتها وحاسين فيها تكه غريبه. قال لي لا دي تحفه، دي طبيعيه 100%، ده انا مش ضايف عليها اي حاجه غير قشطه. وعلى فكره كل اللي بقوله لكم ده هنزل لكم سكريناته. قررنا بقى ان احنا الاختبار الاخير اللي بيبين كل حاجه هو التسييح. ابتدينا سيحنا طبعا كيلو من الزبده، وكانت النتيجه صدمه، عباره عن زيت تموين. يعني زيت التموين اقرب منها. لا هي بالظبط سمنه معلبه. هي سمنه معلبه محطوط عليها ممكن عشان الحلفان نقطتين لبن عشان لا معلقتين قشطه، زبادي عشان تدي ايه المرطه اللي هتنزل من تحت، وفي نفس الوقت تدي الريحه. والراجل اقسم، ودي حقيقه، حط معلقتين قشطه. الراجل مش كداب، احنا ما نقدرش نكدبه. قررنا نعمل لها اختبار بيتادين عشان نعرف اذا كانت لبن بنشا ولا هي ايه بالظبط. وخدنا حته صغيره وحطينا عليها بيتادين، زبده طبيعيه، ولا عمل اي تاثير. تاني اختبار خدنا قطعه منها وحطيناها على ايدينا وسيحناها، ساحت بسرعه جدا، زبده طبيعي، جمدش في مش فريزر، مجمده. ايوه مفيش، هي فعلا زبده طبيعي. ليه بقى الطعم الغريب اللي احنا شايفينه ده مع الحاجات دي كلها؟ اتاريهم بداوا يكتشفوا ان الناس بتعرف من الحاجات دي، وبداوا يغشوا بطرق احنا مش عارفينها لسه. والله احنا فعلا مش عارفينها. هي الملمس ملمس زبده، في كوبايه الميه الزبده ليها عقاره كده، زبده طبيعي. كل الاختبارات دي. بس بعد ما ساحت برضو حاجه تانية يا ماما، ان الكيلو لما بيسيح بيطلع حوالي 100 جرام مرطه طبيعيه طعمها جميل، مطلعه تقريبا حوالي 3 جرام مرطه طبعا. يعني فيها 3%. ما هي معلقه القشطه 3% سمنه. معلقه القشطه. اكتشفنا ان هي مش طبيعيه نهائي، وبعدين اتصلنا بيه علشان نقول له ان هي مش زبده طبيعيه، ان خلاص احنا المفروض متفقين ان احنا هنقول كل راينا بكل صراحه. قال لي خلاص احنا ممكن ما نقولش انها طبيعيه، ونقول انها بس زبده من شركه كذا. منين كانت حلفانات قد كده ان هي زبده طبيعيه، وان هي مش مضاف ليها غير قشطه، والكلام اتغير في لحظه، بس ان هي زبده، مش هنقول زبده طبيعيه. يعني انت عارف انها مش طبيعيه، دلوقتي عاوزنا نبقى كدابين ونضل الناس اللي معانا عشان انت بتنافس شركات تانية نفس مستواك. حتى المستوى اللي هو بيتكلم عليه ده احنا يمكن ذكرناه قبل كده، هو برضو مستوى شركه غشاشه وبتغش الزبده ومش زبده طبيعيه. الغربيه. بس بقى ما هم عارفين، ما احنا قلنا كذا مره. انا شايفه ان في السوق دلوقتي انتوا لو عايزين تشتروا زبده اللي امكانياته محدوده وعايز يشتري زبده، فهو يتجه على طول للي بيقولوا ان احنا زبدتنا خليط ومش طبيعيه، اللي فيرن وكريستال. هم الناس دي بتديك زبده وتقول لك الزبده دي مش طبيعيه، بس هم ناس صريح، ما بيكذبوش عليك ولا بيضلوك، فانت عارف انت بتاكل ايه. انما هنا انت ما بقتش عارف انت بتاكل ايه، الله اعلم. ما هي دي فيها المشكله ايه مواد مضره. هي دي المشكله. ايه اللي حطوه لنا جوه بحيث ان يبقى شكلها
شكلها طبيعي تديك نفس وملمسها القوام، طبيعي نفس القوام، نفس الملمس، والريحة. منع تجمد، اكيد فيها منع تجمد عشان غريبه، والريحة. هي زبده. اولا احنا بنطمن الناس اللي اعترضت ان احنا ندخل في مجال الاعلان، يا جماعه والله احنا بنتقي ربنا وربنا هو اللي بيحاسبنا. ان احنا الحمد لله عمرنا ما هنضلكم ولا هنضل نفسنا. ازاي نضل نفسنا؟ ان احنا ما نتقيش ربنا، وان احنا ناخد في ميزان سيئاتنا بقى الضرر اللي هيقع. يا ريت سيئاتنا احنا، ايوه احنا هناخد سيئاتنا وسيئاتكم. كم الضرر اللي هيقع الاطفال هناخده احنا في ميزان سيئاتنا احنا. والله احنا مش بنقول كده تفاخرا، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يثبتنا على كده وما يغيرش قلوبنا ابدا. عمرنا ما حد جه كلمنا قال لنا انا عاوز اعمل حاجه عندكم بالشكل الفلاني غير لما قلنا له احنا هنقول راينا بصراحه، حلوه هنقول حلوه، وحشه هنقول وحشه، تحفه هنقول تحفه. كتير تيجي بترجع. وعلى فكره في حاجات زي ما فعلا مريم قالت، في حاجات كتير تانية جدا برضو يعني جالنا بتيجي برضو وبنرجعها. اسدال، لبس مش اسدال بس، قصدي وفساتين ملابس وبلوزات وفساتين وكانت غاليه جدا على الكواليتي بتاعها ورجعناها، لان احنا هنقول انها وحشه. الحمد لله بنحاول نراعيكم ونراعي ربنا، فما تقلقوش وثقوا في اي حاجه هنقولها لكم ان شاء الله. ده بنقوله لكم عشان احنا لو عملنا اعلانات ما حدش يقول لنا لا ما تعملوش، ان هنعمل. هم صراحه كمان الناس اللي جت قالت لنا ما قالوش كده مباشر، هو قالوا احنا بنحبكم وبنثق فيكم، فما تبقوش يعني زي الناس التانيين من الاخر. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يثبتنا وما يقلبش قلوبنا، اللهم امين يا رب. وكل السكرينات وكل الشات اللي انا خدته من الراجل هنزله لكم عشان تشوفوه. دمتم سالمين والى اللقاء.